كانوا بيقولوا انت تعبانه. الفنانه الجميله داليا البحيري صدرت الترند والسبب اجراء عمليه تجميل في وجهها. نشرت فيديو على موقع انستجرام بعد اجراءها العمليه ليكشف عما كانت عليه قبل وبعد اجراء العمليه. قالت انها كانت بتحس انها متعبه طوال الوقت، كل اللي كانوا يشوفوها يقولوا لها مالك انت تعبانه. كانت خلال الفيديو انها تشعر انها صغرت في السن الى حد كبير، السنين رجعت للورا. عربت عن سعادتها وفخرها. صارت الفنانه الجميله داليا البحيري بتستعرض شكلها الجديد بنقشه الفهد، ولقت الفنانه داليا البحيري استحسان من الجمهور. لفتت انظار في اخر ظهور ليها بعد عمليه التجميل الناجحه اللي خدعت ليها. غيرت من ملامحها بالكامل بعد شد وجهها ورقبتها، وبدت في غايه السعاده والراحه. علقت النجمه داليا البحيري باطلاله شتويه عباره عن بنطال واسع من الستان بنقشه الفهد باللون البني، ونسقته مع واسعه باللون الاسود وجاكيت من الفارو البني، مع اطلاله غير تقليديه تجمع بين الكاجوال والفخامه. سقت اطلالتها بحذاء رياضي خفيف اللون باللون البيج، وحملت حقيبه كبيره الحجم باللون البيج، تصميم انيق جدا. زينت بمجوهرات ذهبيه ناعمه في اطلاله مختلفه تبرز تغير شكلها بعد التجميل، حيث بدت اصغر بملامح شبابيه جذابه. انتم بقى ايه رايكم في داليا البحيري؟ تم عملت التجميل في وشها، اصبحت اكتر شباب تألق.